السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فيديو جديد وروتين جديد ويوم جديد. ما تنسيش بقى لو اول مرة تشوفي القناة بتاعتي تشتركي فيها وتفعلي زر الجرس على الكل عشان كل فيديوهاتي ان شاء الله تشوفيها اول باول. نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. طبعا زي ما انتوا عارفين، قمت الصبح كده، مشيت العيال المدرسة و اتوضيت وصليت. وطبعا انا بقوم الفجر، يعني بقوم كده اصلي الفجر و بقعد شوية كده، يعني بقعد اسبح كده شوية. وبعد كده بقوم اعمل بقى سندوتشات للعيال. انتوا عارفين ان من بعد ما الساعات اتغيرت، يعني حاسة انه بقى احسن، يعني بقى احسن من الاول كان الموضوع صعب شوية. كان بيبقى لسه الدنيا ضلمة والعيال المفروض هتنزل هتمشي، فكان الموضوع بيبقى صعب شوية. فدلوقتي بيبقى احسن، يعني حاسة انه احسن. بس بعد ما خلاص مشيوا بقى دخلت على المطبخ. طبعا في مقاطع متبدلة، يعني ما بين يعني في حاجات عملتها الاول بدلتها خليتها في الاخر. هتشوفوا دلوقتي معايا الفيديو. يعني تنظيف الرخام ده كان اخر حاجة. كنت طبعا غسلت المواعين وكنت غسلت البوتاجاز، كنت كنست المطبخ وظبطته. بس هينزل لكم في فيديو تاني، يعني كنس المطبخ ومسح المطبخ والحاجات دي ان شاء الله باذن الله في فيديو تاني. تابعوا بقى معايا الفيديو كده، كملوا معايا. بس لو اول مره تشوفي القناه بتاعتي ما تنسيش اهم حاجه كده تشتركي فيها وتحطي طبعا لايك للفيديو. بصوا بعد ما خلاص انا، بصوا هنا بالنسبه لي المطبخ هو ما كانش برضو، يعني انا ايدي فيه على طول. انا مش بستنى لما الحاجه تبوظ، مش بستنى لما مثلا ايه، يعني الدنيا تبوظ خالص، يعني فاهمين؟ لان انا لما بقعد كده شويه ما بعملش حاجه ولا كده، يعني مثلا اسيب الحاجه لما خلاص بقى تتبهدل وكده، بحس ان انا ببذل مجهود كبير وبحس ان انا بتعب في تنظيفها. فبما ان انا بحس نفسي ببذل مجهود كتير وبتعب في تنظيف الحاجة، ما بحبش اسيب الحاجة تبوظ مني، ما بحبش اسيبها ما نضفهاش اول باول. فطبعا الرخام انا على طول كل يوم ايدي فيه، يعني كل يوم بقوم مسحة كده بجيب الفوطة وبقوم ملمعاه كده. لازم يعني ايه التلميعة دي كل يوم علشان برضو بتفرق. انتوا عارفين التراب والعفار والحاجات دي دايما، يعني كل يوم التراب ده تلاقيه على كل حاجة. لو ايدك مش في الحاجة هتلاقي الحاجة، يعني هتلاقي عايزة، يعني هتاخد منك مجهود ووقت اكبر يعني. هنا بقى كنت ما كانش عندي فلفل اسود. كنت لسه جايبة، يعني كنت لسه جايبة فلفل اسود، فكنت جايبة كيس ب10 جنيه. زمان كنا بنجيب الكيس ب5 جنيه وب3 جنيه. ما عادش طبعا الكلام ده دلوقتي، ما بقاش فيه الكلام ده. فأقل حاجة طبعا بعشرات. وطبعا انا بجيب اكتر من كده، بس انا الكيس ده بيقضيني اسبوع اساسا، بيقعد معايا اسبوع بالظبط يعني، او ممكن 10 ايام كمان. وساعات بجيب كمية، فعلى حسب يعني. فانا كان في حد يعني كده وانا طالعة، فلقيت واحد بيبيع حاجات فجبت منه، يعني ايه، فلفل اسود لان ما كانش عندي وكنت محتاجة. بصوا اليوم ده انا اساسا يعني مش هقولكم ما طبختش فيه، انا ما كنتش اساسا هطبخ فيه. يعني انا كنت همشيها اي حاجة كده وخلاص. فالمهم بعد ما خلصت كل حاجة لقيت نفسي فاضية والعيال لسه ما جوش من المدرسة. فلبست ونزلت جبت شوية حاجات، اتسوقت بقى. طبعا انا صورت معاكم كتير، يعني اكتر فيديوهاتي بصور معاكم وانا مشترية حاجات للتلاجة وانا جايبة حاجات في اكتر الفيديوهات كده. فانا ما حبيتش اصور بصراحة. هو يعني كل اللي انا كنت جايباه الحاجات اللي انا بجيبها كل مرة، يعني اللي هو الخضار بتاع التلاجة، سبانخ، فاصوليا، اللهم صل على النبي، بطاطس، بطاطا، الحاجات يعني اللي انتوا عارفينها، اللي هي المعتادة يعني. فالمهم نزلت بقى جبت شوية حاجات وجبت سمك. فجبت 2 كيلو سمك وانا جاية، واليوم ده عملت سمك. نخش بقى على المواعين. طبعا كل الكلام ده انا ما كنتش لسه مشيت ولا جبت اي حاجة خالص. وزي ما قلت لكم ما كنتش هعمل حاجة، يعني انا قلت همشي اليوم بقى ايه بشوية مكرونة، وهطلع كبد وقوانص كده من التلاجة. المهم يعني همشي اي حاجة
مش عايزة افضل واقفة كتير في المطبخ، لان صراحة كنت بصوا كان عندي صداع، وما كنتش ما كنتش قادرة اعمل حاجة خالص، يعني كنت حاسة ان مصدعة والصداع في عينيا، فما كنتش بصراحة قادرة اعمل حاجة. المواعين دي كانت بتاعة الصبح كده، الكوبايات اللي على الكولمن، الاطباق كده، يعني حاجات بسيطة مكان الفطار، مكان ما هم فطروا، ومكان كمان العشاء. اما المواعين بتاعة الغدا كنت غسلاها اساسا، وكنت مشطبة المطبخ ومظبطة كل حاجة، ولكن المواعين دي كانت بتاعة العشاء اللهم صل على النبي والفطار بس. واكتر المواعين زي ما انتم شايفين الكوبايات، هي اساسا المواعين مش كتير ومش قليلة، يعني انا لو سبتهم هيلموا مواعين كتير، وانتوا عارفين المواعين بتتكاثر طبعا، يعني مش هينفع اسيب حاجة في الحوض. فقلت هشطفهم كده وانا واقفة. طبعا زي ما انتوا شايفين انا بغسل الكوبايات بسبونشة، وبغسل المواعين بسبونشة تانية. ليه؟ لان انا بخاف الريحة، يعني مثلا، يعني لو غسلت حاجة، طبق مثلا انا عاملة فيه بيض، ماشي، حاجة اغسل كوباية، او مثلا من قبل كده مثلا انا اكون غاسلة طبق مثلا بنفس الاسبونشة، اجي اغسل بقى كوباية، هلاقي الكوباية ريحتها بيض، وانا بقرف موت موت ان اغسل بنفس الاسبونشة اللي انا بغسل بيها الاطباق. انا ما بحبش كده خالص. فالاسبونشة اللي انا بغسل بيها الاطباق بتبقى حاجة، او مثلا لو حاجة فيها بيض، انا ممكن زي ما انتم شايفين كده الاسبونشة دي انا غسلت بيها الكوبايات الاول، بعد كده غسلت بيها الاطباق عادي. اما الاسبونشة التانية هغسل بيها، لان في طاسة صغيرة كده كنت عاملة فيها بيض، فالاسبونشة التانية هغسل بيها الطاسة اللي انا كنت عاملة فيها بيض. فاهمين؟ فانا ببقى حريصة جدا على الحتة دي، علشان المواعين آه يعني اهم حاجة اصلا، يعني الحاجة تبقى نظيفة، وخصوصا الكوبايات دي عندي خط احمر، والله بجد الكوبايات عندي خط احمر، ما ينفعش كده اغسل باي حاجة. ما ينفعش كمان لو عندي السلك البلدي، ما بحبش اغسل بيه الكوبايات خالص الا لو سلكة جديدة. يعني مثلا يعني السلكة البلدي دي لو انا مثلا غسلت بيها حاجة قبل الكوبايات، ايا كان بقى، حتى لو غاسلة بيها طبق نظيف، لا ما بحبش اغسل بيها الكوبايات خلاص، هي اتبلت مية وكده، لا ما ينفعش بقى خلاص، لازم اجيب واحدة جديدة للكوبايات. فانا ماشية بالمبدأ ده بصراحة. حتى بنتي عارفة كده، يعني بنتي الصغيرة اللي هي لسه في رابعة ابتدائي ولا خمسة ابتدائي، عارفة الكلام ده، عارفة ان لا الكوباية لازم تبقى نظيفة. وحتى عيالي كلهم يعني بصوا بيقعدوا يشموا كده في الكوبايات بيقعدوا يشموا في الكوبايات قبل ما يشربوا، يعني وهما جايبين الكوباية كده من المطبخ، يقعدوا كده يشوفوا الكوباية نظيفة ولا لا. فده وسواس عندي انا، وحاسة ان الموضوع ده بقى يعني يعني حصل له انتشار كده في عيالي، يعني عيالي برضو بقوا كده، لا ما بيشربوش في اي حاجة، ولازم الحاجة تبقى نظيفة وكده، يعني فاهمين؟ فصراحة يعني انا برضو يعني بص اللي هو ايه، انا ندمانة ان انا برضو علمتهم كده، يعني او ان انا عرفتهم حاجة زي كده. بس صراحة هي نظافة مش اكتر يعني، وده طبع، وهم شايفيني بعمل ايه. مثلا لا ده ماما بتشم الكوباية قبل ما تشرب، ماما اهم حاجة عندها نظافة الكوباية، فهم اتعلموا دي مني. وهي حاجة مش وحشة صراحة يعني، بس عايزة اقول لكم هي وحشة في ايه بقى. الكوباية اللي بيشربوا فيها مرة ما بيشربوش فيها تاني. يعني مثلا انا ببقى زي ما انتوا شفتوا كده، علقت الكوبايات كده وحطها على الرخامة، هما بقى يروحوا يجيبوا كوباية، يعني كل واحد فيهم يروح يجيب كوباية يشرب فيها مرة ما يشربش فيها تاني، يركنها بقى، الاقي الكوبايات على البار بقى مرصوصة. على فكرة الكوبايات اللي انا معلقاها دي مش هي دي بس، ده في كوبايات تانية، يعني في كوبايات تانية غيرهم يعني. فلاقي بقى كوبايات على البار مرصوصين كده، بصوا صف كده ورا بعض كده، بقوم شايلهم كلهم وغسلهم بقى، وارجع احطهم تاني. يعني انا عايزه اقول لكم انا بغسل الكوبايات دي في اليوم، لو قلت لكم بغسلها مثلا مرتين ثلاثه مش هتصدقوني في اليوم. يعني اغسلهم مرتين ثلاثه اربعه، لو لقيتهم رايحين جايين على الكوبايات كده يشربوا في كوبايه ويركنوها. بصوا بقى هما بيسيبوا الكوبايه ليه؟ بيسيبوها علشان بيفكروا حد تاني شرب منها. يعني مثلا خلاص هو مثلا ابني شرب فبيحطها خلاص، لما يجي يشرب تاني بقى ما بيشربش فيها، يقول لا ده اكيد حد شرب منها، ما يرضاش.
يخاف يكون ايه حد شرب منها ما يرضاش يشرب، يروح يجيب كوباية نظيفة، وهكذا. فده بقى اللي بيجمع لي الكوبايات. هنا بقى غسلت البوتاجاز وغسلت الحوامل بتاعة البوتاجاز. اهم حاجة طبعا الحوامل، طبعا انا بغسل بالسبونشر اللي هي اساسا بغسل بها اي حاجة يعني، فاهمين. غسلت كده اهو الحوامل. اهم حاجة طبعا الحوامل كانت مزيتة خالص، كانت مزيتة على الاخر يعني. بس كده خلاص، غسلت البوتاجاز وغسلت الحوامل وكده، شطبت المطبخ. يلا اشوفكم على الف خير. سلام عليكم.